ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ بصوا، انا جايه النهارده اكلمكم على موضوع سوزي، اللي انا اصلا ما بحبش اتكلم عن المواضيع دي ومش عايزه اخش في جدال مع اي حد. اول حاجه انا ضدها، مش معاها، لاني انا ما كنتش من ضمن الناس اللي موافقين ان هي تقول الفاظ زي دي او تكلم باباها بالطريقه دي. بلاش الفاظ، عشان هي ما اتقالتش يعني الفاظ زي اللي بنسمعها. بتكلم باباها بالطريقه دي ومعانا اطفال وبيمسكوا التليفونات والتيك توك والكلام ده. بس انا دلوقتي ضد المسلسلات اللي قالت كل الكلام اللي سوزي قالته، وبرغم من كده مش هيتحاكموا عادي جدا. انا ضد الافراح اللي اتعملت واتذاعت لنا وفيها كميه بوس واحضان عادي جدا، واتذاعت لنا وعادي برضو. ضد الافلام اللي فيها ايحاءات زي ولاد رزق وغيره وغيره. الافلام اللي عدت على الرقابه وهتنزل عادي جدا جدا، ومفيش اي حد هيتحاكم فيها. فمش هنسيب ده كله ونمسك في العيله من 17 سنه اللي كانت طالعه عمر بعد يومين، اللي مش عارفه قيمه اللي بتعمله، وتصالحت مع باباها وبتصرف على اخواتها التعبانين، وهي المصدر الرزق اللي ليهم في البيت. ما هو برضو ده كلام مش منطقي. ما برضو اذا يعني امرت ان تطاع امر بما استطاع. هل لو انا بقى مع الناس، لو كل الناس دي هتتحاكم، خلاص سوزي تتحاكم عادي. لو كل الناس دي هتتحاكم، سوزي تتحاكم عادي، مفيش اي مشكله. انما لو كل الناس دي هتعدي من تحت ايدينا، وكل المسلسلات دي هتعدي، وكل الافلام دي هتعدي، يبقى حرام ان احنا نعمل كده في عيله صغيره. اول حاجه، البنت ما كانتش فاهمه، والبنت محتاجه فعلا ان هي تستوعب اللي هي بتعمله، ومحتاجه ان هي تتشد، ومحتاجه ان هي تتغير، وانا مع ده جدا. بس مش ان هي تتحبس سنتين ومستقبلها يضيع وبيتهم يتخرب عشان قالت الشارع اللي وراه واتكلمت بالاسلوب ده. ده ما كانش صح خالص، وانا مع ان هو مش صح خالص. بس في حاجات كتير بتحصل مش صح اكتر من كده بكتير. انتوا بتشوفوا اللايفات اللي بتحصل على التيك توك بيقولوا فيها ايه لبعض؟ يعني شفتوها؟ اخر مره شفتوا لايف امتى؟ انا الحاجات دي ما بفتحهاش، بس لو حاجه عدت قدامي كده ما بحبهاش، وما بحبش عيالي يتفرجوا عليها. فانا ضد اللي هي عملته، مش معاها. بس انا برضو ضد ان هي تتحبس سنتين، واللي طالع يقول لك انها ضد ان هي تتحبس فده يبقى كده بيحرضها على اللي هي فيه. لا، انا مش بحرضها على اللي هي فيه، بس لما تبقى عيله صغيره محتاجه فعلا تستوعب هي بتعمل ايه. واحنا نعدي كل الافلام دي. والله في الكبير اتقال زي ما هو، الكلام اتقال زي ما هو، مش الشارع اللي ورا بس، واتقال باللفظ اللي اتقال كامل. ومسلسل الكبير دوت كل الاطفال بيتفرجوا عليه، وكل الناس اللي على التيك توك اللي قلدوها هيتحاكموا برضه، هياخدوا سنتين. ما هو في ناس قلدوها كتير جدا. انا يا جماعه مش مع انا مش مع ان سوزي تتحاكم، انا ضد ده. وادعوا لها وربنا يفك كربها يا رب، ويهديها ويصلح حالها. وادعوا لها كده، واللي يقدر يقول كلمتين حلوين يقولهم، واللي ما يقدرش يسكت.